بدات القصه ديالي مني كنت صغيره برهوشه كاع. كانت عندي شي 14 عام، وقعت لي واحد الواقعه اللي غتغير حياتي كامله. وانا ملي كنت صغيره ما كنتش بنت عاديه، كنت باسله بزاف، ضاسره لدرجه ما عمري فاش كبرت دابا ما شفت شي دري صغير ولا شي بنيته صغيره باسله وصعيبه كيما كنت انا. ما عرفتش علاش كنت هكاك. كانوا عندي خوتي دري وبنت، انا هي الوسطانيه بيناتهم. هما عاديين عادي، ولكن انا داك الصداعات اللي كنت كنجبد لمي والتبريه اللي كنت كنجيب شي حاجه كبيره. ما خليت صونيت على الناس وهربت، ما خليت سرقت بمويات من الحانوت، ما خليت ضربت الناس الشارفين، ما خليت دخلت للجامع ورونتو، ما خليت شي مصيبه ما درتها. الجامع في رمضان ملي كيكونوا التراويح كندخل تا لداخل، نبقى نغوت 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 ونهرب، ولا ندخل نضربهم بشي حجره، ولا تكون شي مرا ساجده ونضربها بركله ونهرب. يعني ما عرفتش انا هذيك البساله ملي كانت جاتني، الله يسمح لي يا ربي، خصوصا الجامع هو اللي كنقول يا ربي تسمح لي. كنت صغيره وما كنتش عارفه. يا ما سرقت بمويات من الحوانت وكليت العصا، يا ما سرقت من البوتيكات ديال الحوايج وكليت العصا، يا ما كلشي درتو. واحد الحاج مسكين كان ساكن حدانا، كان مسكين هارم يعني كبير في العمر بزاف، كان مسكين كيتمشى على العكاز علي روتور للجامع، على العكاز، وكيمشي مقوس وصغيور شي 3 د المرات. كنخليه حتى كيتمشى وندفعو ويطيح مسكين ونهرب. يا ربي تسمح لي منه. كتشدني امي كتعطيني قتله ديال العصا، ويجيب باوي يعاود لي قتله. كل كنت كنزرق بالبريز، ويشدوني يسدوني في الطواليت النهار كامل. كتخليني امي في الدار سيمانه ما نخرج، ولكن ديك العصا عاد ما كتزيد. فاش شفت امي حتى عيات ما بقاتش كضربني، حتى با ما بقاش كيضربوني مازال صافي. ما بقاوش كيضربوني لانه العصا وليت بحال داك الحمار ديال العصا حاشاكم. قد ما كناكل العصا قد ما كنزيد. المدرسه كلشي فين ما مشيت، المدرسه ديما واكله فيها العصا. والصراحه انا كنقول دابا بلي ديك العصا اللي كليت وحق الله الا كانت غير بحال شي تعذيب بالنسبه ليا، لانه ما كانت كتغير والو. كانوا غير كيضربوني في الحميه وصافي، وكنت ديك الساعه الطفله. ما الصراحه ما كانش عليهم يضربوني حيت انا هكاك دايره. حتى المدرسه الله يسمح لهم لدوك الاساتذه كنت كيبقاو يضربوني حتى كنزرق. الله يسمح لهم، اما انا من عندي والله ما سامحه لهم. ما بقى فيا غير داك السيد مسكين، داك الراجل الكبير اللي كان مسكين كيبقى يتمشى ونبقى تابعاه بشويه من اللور حتى نقول ليه الزف ونلوحو مسكين، وكيطيح كي القفه ويبقى يغوت ويبقى يدعي عليا. الله يسمح لي يا ربي. كنت عندي 14 عام، يعني راه كنت كومين بعقلي، ولكن انا عاقله ديك الساعه في 14 عام. كنت صغيره كاع ما كنعرف والو، ماشي بحال البنات ديال 14 عام ديال دابا. تبارك الله تشوفيها تقولي انت اللي عندك 14 عام. ايوا ما عليناش. واحد النهار من الايام قال لي راسي اش ندير اش ما ندير. نضنا انا واحد البنت جارتنا ديك الساعات في الحومه، كانت في التقاده ديالي، وكانت هي باسله ولكن ما واصلانيش. انا اصلا كانوا العيالات ما كيخليوش بناتهم يلعبوا معايا باش ما يخرجوش زعما بحالهم. قلت لها عرفتي اش غادي نديرو؟ يلا ندخلوا الحمام ديال الرجال نشوفوا شنو كاين تما كنشوفوا كي داير داكشي. قالت لي لا ما غندخلوش وكذا. المهم هي ما بغاتش مسكينه، وانا حتى بقيت عليها حتى وافقات. قلت لها شوفي غنلبسوا الحوايج ديال الدراري وغندخلوا غير حتى لداخل ونهربوا نشوفوا شنو عندهم تما، كاع ما نحيدوا حوايجنا. وديك الساعه العقل ديال الصغر كيقول لك اي حاجه راه سهله وبسيطه وتقدري ديريها. وداكشي نيت اللي درنا. في واحد النهار مورا العصر، ديك الساعات ما كانتش كثرت التلفازه وكثرت التليفونات، ما كانوش كاع، كانت غير التلفازه كتسالي بكري وصافي. والعيالات كانوا كينعسوا مورا الظهر يا ربي، ماشي مورا العصر. ديك الوقيته مورا الظهر نعسوا مواتنا، يعني ما كاينش بزاف الحس في الدار. نوض ليا انا لبسي الحوايج ديال خويا اللي كبر مني. هو كبر مني غير بشويه، ولكن التقاده ديالي بحال في الجسم. كانت ديك الساعه عنده شي 16 ملي كانت عندي انا 14. لبست السروال ديالو ديال الجين، ولبست واحد القميجه، ولبست الطاقيه. واخا كان الصيف لبست الطاقيه، وجيت بحال الدري، جمعت داك الضفيره ديال شعري درتها تحت الطاقيه وكلشي. اصلا ديك الساعه 14 عام انا كنت والو، لا صدر لا فخاد لا والو، بحال خويا. هكاك دارت حتى هي، مشات لبسات الحوايج ديال خوها وجات. ما فهمتش انا كيفاش فكرنا هاد الفكره. تلاقينا انا وياها قلت لها زيدي ندخلوا الحمام، ما غيعيق بينا حتى شي واحد. قالت لي يلاه. لبست صندالة خويا ولبست صندالة خوها وزدنا
زدقدك حتى وصلنا لحدا الباب د الحمام ديال الحومه، فيه جميع الرجال كنعرفوهم، والحمام اللي حدا ديال العيالات جميع العيالات كنعرفوهم. يعني كتلاقاك المراه بنت حومتك تقدر تضربك بحال الا درتي شي بساله ولا شي حاجه عادي بحال امك، وتخافي من جاركم بحال باك وكذا. كانت هاد القضيه دابا عادي، دابا يضربك شي واحد تمشي تجيبي ليه البوليس. المهم انا لا، دخلنا مع داك الحمام كان خدام، كتدخلي في الاول كيكون داك الشريجيمه اللي فيها داك الراجل اللي كيخلص. حنا ما شافناش، حضرنا شويه ودخلنا زدك تدخلنا للجلسه وجلسنا فيها. بقينا جالسين في الجلسه وكنشوفوا الرجال داخلين خارجين لابسين حوايجهم الشرطه ديالهم بيان سور، ماشي حيت واحد القضيه ما عرفت علاش بعض العيالات في الحمامات كيدخلوا بلا ملابس داخليه بلا سليب عادي هكاك. كتعرض لك ديك الكاميرا الاماميه، ديك غابه المعموره، ها اللي عندها غابه الامازون، ها اللي كل وحده شنو عندها، وكتبقى غادي بكل ثقه بالنفس في الحمام. ما عرفتش انا هاد العيالات كيفاش كيفكروا، واش ما عندهمش علاش يحشموا، واش اصلا داك الشيء حرام. يعني واخا عيالات بيناتنا في الحمام، ولكن راه حرام العوره تبان، راه الميت كيغسلوا ليه وما خصش العوره ديالو تبان، ما عليناش. المهم انا عاقله فاش كنا دخلنا انا والبنت الحمام ديال الرجال، ملي كانوا كيخرجوا كيدخلوا للجلسه كلشي كان لابس الشورت، داك السريولات الصغار ديالهم. بقينا جالسين شويه ويسولنا هذاك الراجل اللي كاين تما مول الرزامي، قلنا اش كاين الدراري، واش بغيتو تسناو شي واحد ولا؟ وحنا نقولوا ليه انا اللي كنت هضرت، قلت ليه لا سيدي جينا غير نتسناو با، ويقول لي قلت ليه جيت غير نتسنى با. وبقينا وياه كنتغمزوا كنضحكوا. جا عندنا قال لنا اش كديروا هنا، خرجوا عليا من هنا خرجوا. ما عرفتوش واش عاقبينا ولا ما عاقبيناش، انا ما عرفت ديك الساعه، ولكن باينه انه غير عاقبينا. جرى علينا من تما، خرجنا وصافي مشينا للدار. مشيت انا بالزربه دخلت وحيدت حوايجي. ديك الساعه البيبان كانوا غير محلولين حتى حد ما سد الباب، البيبان محلولين كلشي محلول، مالين الدار مسكين شي كيتفرج شي ناعس وما كاينش اللي يشوفك. دخلت درت السربت وانا نحيد حوايج خويا بالزربه ولبست حوايجي. ما جات توصل العشيه حتى بوصلته الخبار، وصلاتو الخبر انني انا مشيت الحمام. قالها لي داك اللي في الجلسه ولا الناس اللي كانوا تما ولا ما عرفت. حنا عند بالنا حتى حد ما عاقبينا، ولكن انا عاقبين الناس. ايوا فاش جاب ديك العشيه للدار قال لي ياك بنت الحرام كلشي دوزتو ليك، الا تدخلي على الرجاله في الحمام الكلبه الدايره. وبقى كيقول لي انت الا كبرتي غتجيبي لي يا بنت الحرام شي كرش، انت بنت الحرام غديري غتبقاي تجمعي لي السكايريه. هو ديما كيقول لي بحال هكا. ملي كان كيضربني كان ديما كيلصق ديك الافعال اللي كندير انا بالعهر، وبراه اني الا كبرت غنبقى نولي عاهره. وكيقولها لي بالدارجه فريمون. داكشي كان قاصح الصراحه، كان قاصح. وهذا الشيء صعيب في النفسيه ديال الطفل، كتضربيه وكتقولها انت غتكوني عاهره وهي طفله عندها 14 عام، قاصحه شويه. مهم ما عليناش. بقى كيقول لي با بحال هكاك وكيغوت وضربني واحد الضرب مبرح وقال لي ما غتباتيش في الدار اليوم، والله ما تباتي فيها. مي بقات كتغوت مسكينه وتبوس رجلين وتزاوق والو، حيت امك مهما كنتي واخا تكوني فيك الدود تيطيح مسكينه هي اللي غتهزك في الاخر. اغلبيه الامهات هكا. والو قال لها غنبيتها في الزنقه، وبا كلامه هو الكبير ما تيطيحش الارض، وبيتني في الزنقه. جرى عليا وسد عليا الباب في داك النهار، وبقيت نهار كامل وانا تندور في الزنقه. حتى واحد ما بغى يدخلني، ما عرفتش علاش، في الجيران حتى واحد ما بغى يدخلني. وانا نرجع لحدا الدار وكان عندنا واحد الكراج تما مخلي، بحال هو كراج قديم انا ما عقلاش عليه متى تبنى ولا متى دار ولا ديما اليومنا هذا. دابا كبرت وتزوجت وبولادي وداك الكراج باقي هكاك بحال مبني حدانا واحد الكراج، وبلاصه الريدو فيه البريك، وداك البريك مخلي شويه تيدخلوا ليه الناس دوك السكيريه وداك الشيء، ولكن خاوي فيه غير الكلاب حاجاكم وكذا. فاش بقيت كندور تعيط وطاح ليا الظلام وانا ندخل هذاك الكراج كان حدا الدار، وبقيت جالسه فيه قلت غنتخبى هنايا. وقضيه السكيريه والشمكانه ما بقاوش كيجيو، حيت مده طويله كيجريو عليهم الناس ديالنا حنايا، الناس ديال العائله ديال الدار ديال يا ربي الدرب والحومه، كانوا كيجريو عليهم حتى صافي تنقى داك الكراج ما بقى كيدخل ليه والو غير القطوط والكلاب حاشاكم. وانا دخلت تما وبت فيه عامر بالوسخ والحجر وشي تخربيق، دخلت وبقيت جالسه فيه داك الليل كامل جالسه حتى فيقني الضو في الصباح، فيقني ولقيت راسي ناعسه جالسه ناعسه. صافي وانا نوض ومشيت للدار، دقيت ويدخلني موي قالت لي سيري دخلي وجلسي في البيت، ما يشوفك باك ما يسمعش حسك، غير قلت لك الا شافك. صافي دخلتني موي قالت لي جي غسلي بعدا دوشي
دوشت كل شيء وبقيت جالسه في الدار وخايفه ليه يجيب با. ملي جاب با في العشيه قال لي انت فين بتي؟ قلت ليه با راه بت غير في الكراج. قال لي انا ما نثقش فيك على الله، فين كنتي بايته الكلبه الدايره؟ قال لي اكيد غتكوني مشيتي بتي عند شي واحد. وهكا قالها لامي. صافي بقى با كيغوت في ديك الليله تجمعوا الجيران كلشي جا عندنا. امي مسكينه كتغوت وتتبكي عليا. قال لي هادي ما تباتش عندي في الدار، صافي هادي عاهره خرجت لها نيشان، باتت في الزنقه على الله فين باتت. لصق لي واحد التهمه اللي انا ديك الساعه في هذاك لاج اقسم بالله ما كنتش كنعرف شنو هو اصلا الفساد وشنو هو اصلا مراه تمشي تفسد مع راجل ولا داكشي. ما كانش كيدخل لي لبالي، كانت عندي واحد العقليه طفوليه كما قلت لكم. الاطفال ديال شحال هادي راه اي وحده يعني في الثلاثينات من عمرها تعرف بلي ملي كانت طفله كنا بريئين حنايا في داك الجيل، ما كناش بحال الطفلات ديال دابا. لصق لي ديك التهمه، وبما ان باك قال عليك شي حاجه دونك راه الناس غيتيقوها. كبرت في هذيك الحومه، وصلت 16 عام كنقرا، وليت مراهقه، وليت كنفهم شنو كاين، ولا كلشي ملصق عليا ديك الهضره ديال هذيك راه ماشي بنت، هذيك راه كانت مشات باتت مع واحد، هذيك راه جرى عليها با، هذيك راه دوزت البساله. وانا فاش كبرت وليت مراهقه تكالميت كاع داك البساله اللي كانت فيه الطيران، صافي وليت داخله سوق راسي الدار القرايه الدار. ولكن حتى حد ما وقرني، بقاو الناس هازين عليا هذيك الهضره ديال انني انا ماشي بنت، وليت كنسمعها في ودنيا. ابسط حاجه كيلصقوها عليك الناس، وانا بريئه ما درت والو، يشهد ربي انني بت في داك الكراج. دازت الايام وعشت واحد الصعوبه صعيبه، عشت واحد الايام ديال الشقاء الله يسمح ليهم اللي لصقوا لي ديك التهمه. كلشي كان كيتفادى يمشي معايا البنات، حيت كنا في واحد الحي شعبي بزاف. وصلت الباك صافي تفاقمات عندي الازمه. واحد الاستاذه مسكينه الله يجازيها بخير راه توفات الله يرحمها، كانت كتقول لي شنو عندك شنو هادي، وعاودت لها القصه ديالتي. وهي تقول لي سيري ديري شهاده العزوبه ولا شهاده العذريه عند الطبيب، وهو غادي يقول لك وسيري ديها للناس اللي قال لك شي حاجه وريها ديك الشهاده. وانا ديك الساعات كنت خايفه وما عرفتش كيفاش غندير، نمشي عند الطبيب والفلوس منين نجيبهم وبزاف د الحوايج. يوم بقيت كنجمع الفلوس، نهار كيجي خالك من برا تيعطيك ديك 10 دراهم، كتجي خالتك كتعطيك ديك 60 ريال. بقيت كنجمع حتى جمعت الفلوس ديال لا فيزيت ومشيت عند الطبيبه بوحدي. عرفتو باقا عاقله مشيت عند الطبيبه بحال غادير شي حبس ولا غادير شي حاجه شي جريمه كبيره غنديرها. ما نسمح لهم، داروا لي واحد الهاجس في حياتي وداروا لي واحد المشكل هو اصلا ما كاينش. مشيت عند الطبيبه وهذيك لاسيستونت سولاتني نيت، قالت لي حيت انا كنت ديك الساعه غاديه بالحوايج ديال القرايه، قالت لي واش جيتي تشوفي تعرفي واش انت يا فيرج، حيت ديك الساعات كانوا كيمشيو البنات يشوفوا راسهم واش فيرج ولا لا. حيت باينه انا ديك الساعه ماشي جايه ندوز على الحامل ولا، راه باينه تلميذه يعني باينه لاش جايه. قلت لها دخلت عند ديك الطبيبه وكنقول يا ربي ما نشوف شي حد من الحومه ولا، واخا هو كان داكشي اللي كندير عادي. صافي دخلت عند الطبيبه وقلت لها راه بغيت شهاده ديال العذريه وشنو كاين قالت لي واش غتزوجي، حيت ديك الساعه كانت شهاده العذريه في الزواج. قلت لها لا راه غيرها شنو كاين بغيتها وصافي باش نسكت والديا. وهي تعطيني ديك الشهاده قلبتني وعطاتني قالت لي انت راكي فيرج عادي ما عندك حتى شي حاجه، راكي بنت 100%. عطاتني ديك الشهاده مطبوعه مقاده مصايبه، عطيتها الفلوس ومشيت خلصت لاسيستونت ومشيت. وديك الشهاده هزها بحال هزه شي شهاده ديال شي دكتوره في الفيزياء النوويه ولا. والله العظيم الا كيكبروا شي حوايج وكيعطيو القيمه لشي حوايج، كاين عندنا واحد الخلل كبير في المجتمع. مشيت ديتها لدارنا وقلت لي با شوف با هاد الورقه راه جبتها مع الطبيبه كتبين انني بنت وما عمرني ما قاسني شي واحد. وبا تهز معايا واش انت غتبقاي تقولي لي واش انت غطيحي من قيمتي، واش انت غتبقاي تحدي معايا وكذا وهادي. المهم بقات علاقتي با خايبه بزاف. عطيتها لامي، ولات امي اللي جا عندها في العيالات تجبدها ليه، وليت انا بحال ديك اللي مسكينه ما دايره والو وهما حاسبيني بحال شي حراميه جايبه شي 6 الولاد من الزنقه. ولات امي اللي جا عندها تجبدها ليه، الا مشات الحمام تديها معاه، مشات جالسه مع عيالها تدي معاها ديك الشهاده. اش غنقول لكم، ما شديت داك الباك حتى ب 77 الف مليار كشيفه، وما تهنيت حتى مشيت كريت في مدينه اخرى ودرت لافاك وتهنيت وكرهت هذاك الدرب وما يجي منه. المهم هذه هي القصه ديالتي، عوجت لي حياتي كامله ديك الليله اللي بيتني با في الزنقه. كان بامكانه يربيني بطريقه اخرى، يصبر عليا حيت ديك الساعه كنت غير طفله، تهموني واحد التهمه خايبه خرجت لي على حياتي الصراحه. يعني دوزت واحد السنوات ديال العذاب الشديد الصراحه.
المهم قريت في لافاك حتى عييت. انا دابا خدامه في واحد المغازان في ستوك، جيستيون ديال الستوك. تزوجت بواحد السيد لقيتو تما نيت في الخدمه، وعندي جوج بنيتات، وحده عندها 8 سنين وحده عندها 4 سنين. وهذيك اللي عندها 8 سنين نسخه طبق الاصل على انا كي كنت العافيه الزرقاء، وكتقول لي امي بلاتي حتى تولديهم. ودابا هذه اللي عندها 8 سنين كنقول ما غنضربهاش، حيت حتى انا كانوا كيضربوني، ما غنضربهاش. ولكن بعد المرات راه صافي كتغلبني بداك الاعصاب وديك الحاله اللي كدير، وكنضربها. الله يسمح لي منها. عارفه ان مازال غادي تكبر وغادي تكالما كطير مع الطيور. ما خلات شي حاجه ما هرساتها، ما خلات شي تبريه ما جابتها ليا. المدرسه ديما ضاربه الدراري، ديما قامشه البنات، ديما يديها جايين عامرين بالفلاي ديال البنات كضربهم وكتسرق لهم الفلاي. وكاك دايره ما عرفتش واش غنديها لشي بسيكولوج ديال الاطفال ولا غنتسنى عليها تتكلم بوحدها، ولا كنخاف غير لا تكبر وتبقى مراهقه وتبقى صعيبه وهي مراهقه، والمراهقه مع البساله ما كيتلاقاوش. المهم هذه هي القصه ديالتي، وكنتمنى لكم حياه سعيده والله يهدي لكم وليداتكم، وشكرا لكم بزاف.